السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة جيتكم تجميعة المجموعة من الخرافات الحلوين، إن شاء الله يا ربي ينالوا استحسانكم. قبل ما نبدأ نتدلل عليكم ونقولكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك. سهرة ممتعة للجميع. كان يا مكان ما يحلى الكلام إلا ما نصليه احنا وانتوما على نبينا العدنان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سادة يا كرام، يحكيوا على امرأة كبيرة تهجدت على 3 بنيات. أي يا سيدي صار فيها باش كبرتهم، وكي كبروا ولاو بنياتها يعاونوا فيها على هم الزمان. المرأة الكبيرة اللي نحكي لكم عليها عديت صغرها تخدم في الديار، وإلا تخدم في تكسكيس العولة، وساعات تنسج في الصوف كل نهار وقسمه. وبنياتها علمتهم النسيجة والطريزة من الصغرى. كبروا ولاو يخدموا في الكابوس، مهمتهم تهز هيك الخدمة هذيك تنصب بها في السوق وتبيعها. أي يا سيدي في ليلة من الليالي والدنيا صيف والبنيات قاعدين يخدموا في وسط الدار في الكابوس، والدار كانت حالتها حليلة، كلها نداء، حيوتها الكل خايخين. قعدت فيها بيتها وحدها تتسكن، وبقية البيوت الأخرين الكل حالتهم حليلة. بومتهم كانت قاعدة ليلتها على جلد بحذاهم ومش على الكينو، والطيب في كويستي غلبها النوم. اتكيت لكن كان بين نومي وتسمع في بنيتها اش كانوا يحكي. تكلمت البنية الكبيرة وقالت لأخواتها: والله عندي مديدة وأنا شاهية صحية ملوخية، وش خص كان مينتي تبيع الكبوس وتقضينا القضية وتركبنا فم ملوخية من يدياتها الملاح. اتكلمت البنية الوسطانية وقالت: أنا زيادة شهية فم نواصر. أما أختهم الصغيرة كانت تغزر لهم وباهتة فيهم. قالت لهم: يا أخي ما تحشموش انتوما، كان أمي يجي عندها راهي ما تبغضنيش، هي طرف الفلوس اللي تجيبهم من بيع الكابوس بربي وين باش تقبلهم تقري بيهم، وإلا تقضي بيهم قضية الجمعة، ولا تشري بيهم الزيت، ولا تاخو بيهم السميد. احشموا كان جي عندها راهي ما تبخلش علينا، تحب لها برشا فلوس باش تطيب لكم الملوخية والنواصر، وبقية الجمعة نقعدوا حالين فامنا الزيتوشي توا من هبالكم. وكيما قلت لكم هيك العزوزة متكية وما بين نومين وتسمع في بنيتها دمعت عويناتها وغاضها حالها وحال بنياتها، وقالت: يا ناري على روحي، وصل بيا الزمان باش بنياتي يتشهوا الماكلة وأنا ما نجمش نوفر لهم. أي يا سيدي حلت عويناتها والقمرة كانت ضاوية في وسط الدار. وقتها كان هز أيامات وسو أيا قريب ليلة النص. قالت لهم: يا بنياتي اللطف منكم، علاش تخلوا فيا راقدة لتوا؟ ايش عملت لكم؟ أيا هاتوا هيك الخدمة في ساعة خنهبط بها للسوق نبيعها. شهقوا قالوا لها: يا عمي فاش تحكي، راهو مازال بكري. قالت لهم: مازال بكري على السراق، قلت لكم هاتوا الخدمة خنهبط، ما عادش بكري عليا، هيكم ريتوا النهار كيفاش طلع. هما جاوا يتكلموا وهي تقول لهم: اسكتوا عليا وخلوني نخدم على روحي، يا اخي تحسبوني درويشه. قالوا لها: يا امي راهي القمره. قلت لكم تحركوا من حينكم مدوا الخدمه، خل نمشي نبيع، ما عادش وقت، النهار راح عليا. أي يا سيدي هيك البنيات سكتوا ومشاو من حينهم، لموا خدمتهم زازن وهي حطت سفساريها فوق راسها وغطت وجهها باش ما يعقلها حد. كانوا يعملوا ناس بكري قبل كانت كي المرأة تخرج كانت مسطورة ولبسة سفساريها ومهبطته على وجهها ما يبانوا منها كان عينيها. هزت قفيفتها في يديها وهي ديقة من دارها دين خلطت سوق الشواشين، ولقات السوق فارغ يطنطق، لا طاير يطير ولا ساير يسير. هو وقتها حتى الفجر مازال مأذنش. وقتها فاقت وقالت: يا ناري على روحي، عويناتي ما عادش فيهم وما عادش نعرف الشمس من القمرة. طلعوا بنياتي عندهم حق وأنا ظلمتهم وعيطت عليهم. قالت: يا ناري على روحك يا فاطمة، وجيت قعدت على عتبة باب السوق وقالت: أنا إيش باش يرجعني توا للدار، ركيبي عاملة فيا، خل نقعد لين تطلع الشمس ويجيو جماعة السوق ويحلوا حوانتهم.
أي يا سيدي خالتكم فاطمة قعدت متكية وحاطة يدها على خدها متسندة بالحيط وسارحة في ملك ربي، تخمم في حالها وحال بنياتها اليتامى، وهي سارحة في ملك ربي تسمع في صوت قالها يمسيك يا عمي. تفجعت هزت راسها تلقاه وليد شبيب ترنكوش لابس جبة خمري وكان شعره أكحل كسود الليل، وهاز زباكية فضة في يديه ولابس خاتم فضة في صبعه. قالها يا أمي إيش تعمل هنا في هالوقت؟ قتلوا يا وليدي إيش باش نقولك، نستنى في السوق يحل باش نمشي نبيع الشغل وناخذ فليساتي. وحكيت له الحكاية هالكل. قتلوا يا وليدي راجلي الله يرحمه كان تاجر كبير في هالبلاد، محسوب من عين البلاد، كان لاباس عليه، توفى وخلالي 3 بنيات توا ولاو صبايا ما شاء الله، ورزقنا الكل فكوهولي ولاد الحلال الله يسامحهم. وقعدت انا وهيك البنيات نعانيو في هم الزمان، نشحقوا ما نلحقوا. غاضوا حالها وقالها ما تعرفش كيفاش يا ميمتي. أيا تبعني، هزت خفيفتها وتمت ماشية وراه. هو دخل من النهش هو خرج من النهش، قعدت هكاكا وهي تتبع فيه، هو من قدام وهي من التالي، حتى لين خلط بالزنقة. أي يا سيدي في آخر هيك الزنقة باب أصفر ومزين بالحلية، حط يدو في مكتوبه وجبد المفتاح، حل الباب وقالها يا عمي استنيني هوني هاني جايك. قالت له الله يبارك يا سيدي. أي يا سيدي قعدت تستنى تستنى تستنى، شيء ما جاش. ثبتت مليح تلقاه خلى المفاتح في الباب، شق المفاتح ما نحاشي، خلاه في الكوبا متاع باب الدار. أي يا سيدي خالتي فاطمة ولات تسلت شق المفاتح من الباب ودزت الباب ساقيها ودخلت، تلقى روحها في السقيفة تنادي يما للدار يما للدار. لا حياة لمن تنادي يا راجل، يا ولدي يلي جيت معاك، انتي وينك؟ انتي ضيعت عليا النهار والسوق باش يسكرتي، انتي عليه ميمتك كبيرة تعمل فيها هكاكا، انتي وينك؟ اي يا سيدي قعدت هكاكا وما فما حد جاوبها. اي يا سيدي تمت داخلة ماشية من سقيفة لسقيفة لين تلقى روحها في وسط الدار. كانت مدورة والحيوط مصورة وفيها 4 بيوت متقابلين، والقاعة كلها رخام تشوف فيها وجهك، والحيوط مكسيين بجليس ألوان واشكال. ورجعت تنادي يا وليدي يا مال الدار يلي جبني معاك تي وينك؟ علاش مشيت عليا وخليتني؟ يا مؤمنين يا وليدي. قعدت هكاكا لا من جاوبها، قعدت تتخمم تقيس، يا ربي زعما ندق على البيوت مشيش يطلع لي حد يسمعني وسخ وذنيا. قعدت هكاك حايرة ومنها قالت ما عندي ما نعمل، دقت على الباب دزت ودخلت البيت. كانت واسعة بيت عزيزة وغالية، فيها زوز بناك متقابلين والخزين محطوطين، لكن البيت ما فيها حد. خرج من البيت الأولى دقت على الباب الثاني، كيف دخلت لقاتها بيت تسكت فم الصغير، الزرابي ألوان واشكال، البناك الجلوسة المرياتات معلقة، لكن البيت ما فيها حد. كملت دخلت البيت الثالثة لقاتها كيف أخواتها بيت عزيزة وغالية، وكملت البيت القبلية البيت الأخرانية كيف كيف، تلقى فيها زوز شبابك مقابلين بعضهم يحلوا على جنينة. أي سيدي البيت هذيك تلقى فيها باب آخر حلته، تلقى زوز بيوت أخرين وبيت راحة حاشاكم، وتلقى كوجينة حتى من الحمام فيها. أي سيدي خالتي فاطمة على مرات الدار ما يدارها كانت أعجوبة قبل ما يطيح بها الزمان وتولي خربة حاشاكم، وشافت ديال الأكابرية، لكن كبر ووسع الدار هذيك وضخامة عمرها لا رات عينها. أي يا سيدي الدار معطاها ربي ببيوتها بأثاثها ما فيها حد، فارغة طنطن. قعدت تتخمم ومنها قالت هذه نعمة بعثها لي مولاي. أي يا سيدي قلبت النعال كما يقولوا وخرجت قفلت الباب بالمفتاح. ماني قلت لكم بكري اللي هيك الشبيب خلى شك المفاتح في الباب، سكرت الباب بالمفتاح ومشيت طول لدارها. دخلت تلقى بنياتها مازالوا غاطسين في سابع نومة، بدأت تقيم فيهم بالوحدة بالوحدة.
قالت لهم قوموا قوموا يزيوا من النوم. قالوا لها يما انتي كسبتك مروحة في هالوقت، ايش فما شبيك جايبك؟ قالت لهم اي نقصوا عليا من الدواء باش نمشيو لدارنا جديدة. يا ما دار يا امي، قالوا لها يا ميمتي يا اخي شبيك، احنا عنا دار اخرى بخلاف هذية. قالت لهم اوه يا اخي انا ما قلت لكمش عليها. قالوا لها لا يا امي منك نسمعوا. ما هو يا بنياتي بوكم الله يرحمه كان عنده تاجر حبيبه، مشي لاسطنبول وقعدت غادي، وانا اليوم يا بنياتي قاعدة في السوق ماني فتكم بالحديث لقيت الحوانت الكل مسكرة، وهو متعدي عقدني قال لي يا اخي انتي ماكش فاطمة مرت سي فلان؟ قلت له يا نعم انا هي. قال لي يا اخي ما قالتنيش. قلت له لا يا خويا سامحني ما قالتكش. قال لي انا فلان فلاني صاحب راجلك. يا اخي وين حيو شنو احواله؟ قلت له الدوام لله. قعد مصدوم ومنها قال لي راهو عندي مدة ملي جيت وانا اللي وجع عليه، راهو خلى عندي فلوس وانا داري اللي ساكن فيها قبل ما عادش حاجتي بيها، هوا انفتحات خوذهم الدار حلال عليك. والكذبة هذه خالتي فاطمة ثنية كاملة تخمم فيها، أي سيدي صدقوها لبنياتها. قالوا لها يا استنينا نغسل وجوهنا على قليل. قالت لهم ما نفهم شيء، وجوهكم تغسلون في داركم جديدة من حينكم امشيوا قدامي. أي يا سيدي تلحفوا هيك البنيات ثلاثة، وقفلت خالتي فاطمة الباب الدار. أي يا سيدي مشاو من نهج النهج حتى لين وصلوا وقفوا قدام الباب، وخالتي فاطمة حلت الباب لكن كانت واهقة خايفة توقع شي حاجة هكا ولا هكا. هما دخلوا هيك البنيات وشهقوا في الدار وبداو يتجاراو من بيت لبيت ويحلوا في القلوصات. قالوا هذه دار السعد ولا ايه؟ اي قلت لهم اي ارتاحوا. ولاو هيك البنيات اتكاو لكن لا رقدوا ولا غمضوا عويناتهم، عويناتهم مبلحقة باهتين في الدويرة الجديدة. هوكا ساعة ساعة يقوموا يحلوا القلص وساعة ساعة يتفقدوا القجورات، ايش فيها باهتين مش مصدقين. نقولها يا عمي يا اخي صاحب بابا بعقله ولا باغيش باش يعطينا دار كيفنا هذه، بتبشها بأثاثها بسيادتها، وهي تدوح في راسها وتقولهم اي نعم اي نعم اعطاها لي. يا اخي باش نكذب عليكم ولا باش ندخل ديار الناس من مخي مازلت بعقلي. اي يا سيدي طلعت الشمس وطلع النهار بالباهي. قالت خالتي فاطمة لبنياتها أيا قوموا تحرحزوا يزيكم ما ارتحتوا وما اتكيتوا ما بربشتوا وقلبتوا، قوموا طيبوا الفطور. أي يا سيدي دخلوا لهيك الدار الصغيرة اللي موجودة فيها البيت الأخرانية اللي كان فيها ملازم، فيها بيت فيها بتمونة كاملة وفيها الفحم وفيها كل ما لازم. أي يا سيدي دخلوا بيت المونة مدوا الماعن يا سيدي ومدت لهم الخابية اللي فيها الملوخية. قالت لهم اليوم قليوا الملوخية ومرقوها، تو أنا نمشي للسوق نصيف ساعة من زمان نجيب لكم اللحم ونجي. أي يا سيدي مشيت خالتي فاطمة البيت من البيوت حلت القلص وهزت المحبوب، هزت ثلاثة ولا هما أربعة كعبات محبوب، وهبطت للسوق متاع الجزارة وخذيت طريفات اللحم. أي يا سيدي خذيت ملامزمها وروحت للدار وقصت الحماد. أي يا سيدي مع المغرب ملوخية طابت وقرت زيتها. أي يا سيدي نصبت هيك السفرة وحطوا الملوخية والخبيزات اللي عاجنينهم ومطيبينهم البنيات بيدياتهم من الملاح، وهما قالوا بسم الله وجاو باش يبداو ياكلوا. وهي قالت لهم استناو اللي شاهية الملوخية هي اللي تبدا الأولى، تقصد في بنيتها الكبيرة اللي هي اشتهيتها. قالوا لها بناتها الاخرين والله يا ميمتي كلامك صواب، وخروك البنيات الزوز والبنية الكبيرة قدمت وبدات تاكل وتتبنى. اكلات الحيمة الأولى الثانية اللي انكعبت كريشتها. أي يا سيدي بعد ما كملت وخرت التالي وهما قدموا تعشاو وحلاو وصبوا التاي اللي كان طايب على الكانون سلة سلة. ومنها مشيت خالتك فاطمة عجنة الحنة. قالت لهم أيا باش نحنيكم، مدت البنية الكبيرة يدها باش تحني. قالت لها أمها لا يا بنيتي انت الكبيرة انت عليلة عليك الحوسة باش نحني لخواتك وانت يعمل الله. قالت لها باهي مينتي، لكن كانت تتغزل حنت خالتي فاطمة لبنياتها الاخرين وسقيهم، وهي زادة حنات يديها وسقيها وكل واحدة شدت بلايصها. والطفلة الكبيرة كيما قلت لكم باش تلم هيك الحوسة. أي يا سيدي تعدى الليل وطلع الصباح، قاموا هيك البنيات محني وخالتي فاطمة يلقاو الحوسة كيما هي، وأختهم لابدة حاشية راسها بين المخادد وفي 7 نومة.
قالت لهم: يا بنيتي علاش الدنيا هكا تشبيك ما لميتش الحوسة؟ قالت لها: يا امي سامحني تعبت امس وغلبني النوم وكتافي ثقلوا، الدار الحقيقة كبرت عليا وانتم رقدتوا وخليتوني. أي يا سيدي قالوا لها ميسالش، وخالتي فاطمة النهار هذاك كانت باش تطيب شهوة البنية الثانية اللي هي نواصر. مشات خالتي فاطمة ديقة ديقة للسوق، اخذت ما لازم النواصر الكل وروحت وركبوا الفطور وسقى أي يا سيدي مع المغرب كيف كيف تحطت السفرة وحطوا الدبسي اللي فيه النواصر يا سيدي كالعادة قدموا البنيات، هما قالوا بسم الله وقالت لهم انتوما الزوز وخروا التالي اللي شاهية نواصر هي اللي باش تاكل. قبل وخروا هيك البنيات وقدمت البنية اللي شاهية النواصر، غطست فيها لين شبعت ووخرت التالي ومنها قدموا خواتها الكلاو. تعشاو وتحمدوا وتشكروا وجابوا الحلو كالعادة كويس التاي اللي كان طايب على الكانون سلة. وخالتي فاطمة قالت لهم الليلة مولات الشهوة الليلة هي اللي باش تلم الدنيا، يعني باش تلم الحوسة وعجنت الحنة كالعادة باش يعاودوا حنتهم. حنات الطفلة الصغيرة والطفلة الكبيرة ورقدوا وخلاو البنية الثانية باش تلم الحوسة. كي قاموا الصباح يلقاو البنية الثانية عملت كي وخيتها الحوسة كيما هي راقدة في سبع نومة حاطة راسها بين المخادد ولابدة وتشخر. قالت لها ميمتها: يا بنيتي علاش هكا الدنيا صبحتها حايسة؟ انت علاش البارح ما لميتش الحوسة؟ قالت لها: يا ميمتي سامحني تعب غلبني النوم وانتوما رقدتوا وخليتوني استوحشت والدار كبرت عليا. قالت لها: يا بنتي ماك شربت التاي؟ قالت لها: يا ميمتي سامحني الله غالب اغلبني النوم. اي يا سيدي سكتت عليها خالتي فاطمه وقالت لها: ميسالش اتو نتعاونوا عليها وتتلم. كملوا حوستهم وتلفتت البنيه الصغيره قالت لها: يا بنيتي قولي ايش شاهيه ايش تحب نطيب لك؟ قالت لها: يا ميمتي اللي تراه انت صالح امس ماك خذيت الدجاج او لامس ماك خذيت اللحم على أي اليوم نعملوا شكشوكة يزي فيه ألف بركة. وأخواتها يكحلوا لها على جنب قالوا لها: يا وجه الفقر ما لقيت ما تشتهي كان شكشوكة يا أخي عدينا عمرنا الكل وإحنا ناكلوا فيها، دينا إحنا كيتنا تنقبوا منها زايد تخسيس عقل. أي خواتها تمكنوا فيها وقعدوا يعيطوا عليها. أي يا سيدي كي أمهم سمعتهم ولات مشات طيبت كروانة بالقناوية بالحم العلوش تعمل 66 كيف نودكم ولا نشهيكم. أي يا سيدي كالعادة حطت السفرة وقدمت البنية الصغيرة كلات وهزت شبعتها ومنها كلات أمها وأخواتها كالعادة. أي تحط الحلو واللي والتاي وقعدوا يسهروا. وجي وقت النوم تلفتت خالتي فاطمة لبنتها الصغيرة اللي كان اسمها عايشة قالت لها: يا بنيتي الليلة الدور عليك انتي هي اللي باش تلم الحوسة. قالت لها: يا ميمتي الله يبارك يا سيدي. خالتي فاطمة دخلت رقدت وهي والبنية الكبيرة والوسطانية وعايشة بديت تلم في الحوسة. لمت المعون الكل في الطبق وحلت باب البيت وجات باش تخرج لوسط الدار وتمشي الكوجينة. وسط الدار كان فيها زوز عروس هي هكاكا تشوف عفريت تلهوث على عرسة من العروس. رجعت ردت الباب وقاعدة تطل عليه من الشباك. قالت: توا فهمت الداكزة وعرفت علاش اخواتي ما لموش الحوسة ورقدوا. تلقاهم شافوا العفريت وخافوا منه. اي يا سيدي تلفتت على اليمين تلفتت على اليسار تلقى سيف معلق مزيدي بيه المرفع. طلعت فوق البنك ومدته سلته تلقاه يلمع تقول عليك توا مضيته. اي سيدي حلت الباب وخرجت وهيك العفريت يتلهوث على العرصة. قعدت عايشة تكمر فيه حتى لين عطاته وهو خطيب اللفتة وهي نقزت عليه قصت له راسه وتفصل راسه على جثته والدم توزع في كل بلاصة. وقتها قالت: يا بنتي شنو هالعملة اللي عملتها؟ ايش باش ينظف لي وسط الدار وايش باش يسيقوا؟ اي يا سيدي منها استعوضت من الشيطان وقالت: يا ربي العمال عليك. وبدات تلم في الحوسة وبدات تملي في المي من البيئة ونظفت وسط الدار وسيقته ورجعت يلمع كأنه ما صار شيء. وكملت الكوجينة غسلت الماعون ونظمته وخلت الدنيا تبرق. ومنها قالت: نمشي نعجن
بشوية حنة ونحني وليداتي باش ما يقولوش عليا خواتي خافت كيفنا. أيا ولات هزت شمعة شعلتها ودخلت البيت باش تحني. هي دخلت وهيك الشمعة طفيت، قالت إيش باش نعمل توا ومنين باش نجيب شمعة. أيا يا سيدي هيك الدار لوجتها قلبتها ما لقاتش حتى شمعة. قالت حتى الباب سكرته أمي بالمفتاح، إيش باش نعمل توا باش نقعد ما نحنيش. أيا ولات طلعت للسطح، قالت ملقاش شي حد من الجيران مشعل كانون يعطيني جمرة ولا يسلفني شمعة. أي يا سيدي طلعت للسطح لعبت عيناتها، الدنيا ظلمة تحيس الناس راقدة، الوقت مخر برشا. تقولش كي كنقولوا نص الليل، حكاية نص الليل ما بي ساعة الليل موخر وقتها. قعدت تلعب في عويناتها، شافت ضوء قعدت تمشي بشوية بشوية تتبع فيه، تلقاه جاي من جنينة وجنينة فيها شجرة تاع برتقان عالية. أيا تشعبطت فيها وهبطت وقعدت تتبع في هيك الضوء، تلقى شبيب ترنكوش راقد على فرش حرير وعند راسه شمعة في محمل ذهب وعند ساقيه شمعة في محمل فضة. قالت هو عنده زوز وأنا واحدة في واحدة. أيا نهزلو كعبة إيش عندي فيه. قالت زعما نهز الفضة ولا الذهب. قالت برا نهز الذهب. جات ماشية رمات عويناتها عند راسو ولقات بجنبو خاتم ديامونت فيه فص ديامونت يهز العقل. هزته قاصته جي قدها. أي يا سيدي طلعت في هيك الشجرة تشعبطت وطلعت لدارهم وحنات يدياتها وسويقاتها. الناس قبل يعاودوا الحنة 3 أيام مش كيما توا يحنوا حنة ساعة. أيا ما علينا. قالت كيفاش نقعد ما نعاودش حنتي، يقوموا الصباح يضحكوا عليا. أيا يا سيدي حنات يدياتها وسويقاتها ورقدت. قاموا خواتها وأمها الصباح يلقاوها راقدة ويديها وساقيها محني، فيقوها يا عاش يا عاش قومي زي من النوم. يخي حنيت انتي البارحة؟ قالت لهم نعم. ولميت الحوسة؟ قالت لهم نعم لميتها. وشوشو لها خواتها في وذنينها قالوا لها يا عايشة ما شفت شيء البارح في وسط الدار؟ قالت لهم لا ما ريت شيء. يا اخي انتوما شنو اللي شفتوه؟ خافوا قالوا لها لا ما رينا شيء. اي يا سيدي يرجع علمنا وحديثة. هيك الخاتم اللي هزته عاشة طلع يا سيدي بن سيدك هذاك محمد ولد السلطان. سي محمد وقت اللي تطلع له في راسه كي يقلق يمشي للجنينة هذيك هو وصحابه يبدل الجو. ليلتها سهر مع صحابه كي تعب فرشوا الخدم تاعو فرشوله تحت الياسمينة وجبدوا عليه باب جنينة ومشاو من الغدوة الصباح. كي فاق يلقى عند راسه الشمعة اللي فيها محمل الفضة. تفجع حل عينيه قعد يثبت، وأول ما فاق من النوم استانس يلبس الخاتم اللي ينحيه في الليل ملقاشي، ولا يصيح ويعيط. والخدم تفزعت وجاو يجراو اش بيك يا سيدي اش بيك. قالهم شكون اللي جاني البارح؟ قالوا له حتى حد، خليناك راقد جبدنا عليك باب جنينة ومشينا. قال لهم كيفاش ما جاني حد؟ مش انتوما خليتوا لي عند راسي شمعة في محمل ذهب وعند ساقية شمعة في محمل فضة؟ قالوا له نعم يا سيدي. قالوا لهم مالا هو فما كان الشمعة اللي في محمل الفضة، الشمعة اللي في محمل الذهب ويني؟ وخاتم الديامونت وينو؟ حطيته عند راسي وما لقيتوش. قالوا له يا سيدي مريناش. أي يا سيدي تغشش والخدم الكل تفركس لوجو ما لقاوش شيء. الجنينة فلاوها وما فماش ريحته. نهارتها قعد هكاكا وبعد نهارين من 3 ولد السلطان محمد ما بردش على خاتمه، خاتم عزيز وغالي عاطيهوله السلطان والسلطان كان ماخذه من جد جدو. أي يا سيدي قلت لكم ما بردش. ولا بعث منادي في البنات يناجي ويقول اللي يلقى خاتم محمد ولد السلطان اللي فيه فص ديامونت يجيبه وعليه أمان الله وزيد فوقه نعطيه البشارة. هيك المنادي خرج من نهج لنهج ومن حومة لحومة ومن زنقة لزنقة وهو ينادي يلي يلقى خاتم ولد السلطان اللي فيه فص ديامونت يجيبه وعليه الأمان وياخو البشارة. أي يا سيدي دخل الزنقة تاع خالتي دار فاطمة. كي سمعته خالتي فاطمة قالت يا أخي شبيهم يلوجوا على خاتم ولد السلطان في حومتنا؟ احنا شبيهم شعلنا فيهم؟ أي هبلوا ظهر فيهم. كلمة عايشة بنتها وقالت لها يامي ميسالش نمشي نطل عليهم. قالت لهم يا بنيتي اش بيك فاش قام؟
قلت لها عمري في حياتي ما شفت مولاي، خذ بخاطري خليني نشوفه. خرجت عايشة واكل خاتم في شونها وأمها وأخواتها يتبعوا فيها. ناديت على المنادي وقالت لهم يا أخي تلوجوا على خاتم محمد ولد السلطان اللي فيه فص دياموند. قالها إيه، راهو محمد ولد السلطان قال اللي قاه عليه أمان الله ويقولوا يعطيوه البشارة. قتلوا امشي يقول محمد لولد السلطان عايشة بنت التاجر الفلاني قتل لك خاتمك عندي ونعطيهولك إلا ما تعطيني أمارة. أمها حطت لها يدها على فمها باش تسكتها وهي لحبت تسكت. المنادي قالها الله يبارك ومن حين وقلب النعال ومشي للقصر وحكي لمحمد ولد السلطان وقالوا يا مولاي راهي السبة فيها وفيها وراهي البنية اللي عندها الخاتم راهي حليلتها. قالوا كيفاش وصل لها؟ قال له يا مولاي ما عنديش حتى فكرة يا سيدي. أي هز الكريس ومشي هو والمنادي والصباحية وراه يتبعوا فيه. دخلوا للزنقة ووصلوا قدام الدار ودقوا. قالت خالتي فاطمة شكون؟ قالها حل محمد ولد السلطان. ولا ترعش وترقل وما اختارت مدعات على بنتها عايشة. قالت وحلتني في ورطة ايش باش يمنعني منها وهي منين جاها خاتم ولد السلطان تطلع تكذب إلا ما توحلنا في مصيبة. يا سيدي حلت الباب رحبت بيه ودخلته البيت الضيافة وقعد. قالها ويني بنتك ويني بنتك اللي عندها الخاتم؟ نادت خالتي فاطمة على عايشة. دخلت راسها مطبس في القاها ثبت فيها يلقاها طفلة كاملة كاملة مكملة بيضة شعرها أسود. أي يا سيدي إيش باش نحكي لكم بنية كاملة الصفات. قالها انتي اللي لقيت الخاتم متاعي؟ قالت له نعم. اما ما نعطيهولك الا ما تعطيني لمارة. قالها لمارة الشمعة اللي في محمل الذهب اللي عند راسي والشمعة اللي في محمل الذهب اللي عند سقايا. كي قامت الصباح لقيت خاتمي ولا لقيت الشمعة اللي في المحمل الذهب. أي مدت الخاتم من شونها وعطته ولبسه. قالها اطلب وتمنى اللي تطلبه تاخذه. قتلوا يا مولاي اللي تراه صالح أعمله. أنا متززية وبنت ناس نشم يديا نشبع وبنتي وانتي دلك ملك. قالها باهي هديتك أتى وتوصلك. هو خرج واخواتها تمكنوا بها. قالوا لها كيفاش ولد السلطان يقول لك اطلب وتمنى وانتي تقولوا نشم يديا نشبع؟ قالت لهم اسكتوا ايش عندكم فيا اقعدوا واغزروا. وقعدوا يغسلوا ويفرقوا عليها. أي يا سيدي محمد ولد السلطان دوبا ما خلط دخل الديوان يلقى أبوه قاعد. قالوا يا مولاي أنا راني نحب نتزوج. فرح السلطان قالوا يا وليدي هالساعة مبروكة هالنهار هذا قداش عندي نستنى فيه. شكون هالطفلة هذه؟ قل لي بنت وزير ولا بنت شكون؟ قالوا لا يا مولاي هي عادية وبنت تاجر الفلاني وتسكن في الزنقة الفلانية. وحكي له الحكاية من الأول للآخر. قالوا يا ولدي هذه بنت بنية راجل هذه طفلة شجاعة ما زمناش نضيعوها. وقال للصبيحية يجيبوا له الكريس وعلم السلطانة ومشى. وصلوا قدام خالتي فاطمة دقوا الباب شكون؟ قالت لهم. قالوا لها حل السلطان. وين تلقاها خالتي فاطمة وجهها مشي لون وجي لون تفجعت. حلت الباب دخلتهم بيت الضياف. قالت لها السلطانة عندك بنت بنية اسمها عايشة؟ قالت لهم نعم يا مولاتي عندي. قالت لها أنا جاي باش نطلب القرب نحب على البنية العايشة لولدي محمد. قالت له يا مولاي أنا نعطيك البنية ما عندي ما نقول لكن عندي حاجة نحب نقولها أما أعطيني الأمان قبل. قالها عليك أمان الله تكلم. قالت له يا مولاي أنا عندي بنات قبلها ما يجيش منه نعطيك الصغيرة ونخلي الكبار. توا اني قالها عرفت علاش البنية جات شجاعة. البنية الكبيرة باش نعطيوها لولد الوزير الكبير والوسطانية نعطيوها لولد شيخ الإسلام. وكان العمل هكاكا وعملوا عرس تام 7 أيام و7 ليالي وعاشوا في نبات وجابوا الولاد والبنات. حكي وزماء على مدينة في بلاد بعيدة ناسها كانوا عايشين في خيار الخير. وكانت هالمدينة مزدهرة في التجارة والصناعة والزراعة وفي كل شيء. وكان يحكمها سلطان عادل وحكيم والناس الكل تحبه. في نهار من نهارات فاق السلطان الصباح بكري على غير عادته.
نهارتها كان عنده اجتماع مهم وجلسة مع الحاشية والوزراء باش يناقشوا برشا أمور تخص الدولة. إكس السلطان قام، اغسل، افطر، وقف قدام المراية باش يلبس برنوسه، حتى عمامته فوق راسه. إذا بيه يغزر الوجهه لقاه لخلخ وصفار، وشاف زوز قرون نابتين فوق راسه. الراجل ما صدقش عينيه، يسخايب روحه ويحلم ولا يغلب فيه النوم. غمض عينيه، عاود حلهم وباقي القرون موجودين. رمى يديه وبدي يمس في راسه وهو مفجوع ويقول: يا لطيف اللطف يا ربي، شنو هذا؟ شنو اللي طلع لي فوق راسي؟ وقعد يجبد فيهم بيديه يحب يقلعهم. أما المسكين طاح جهده وهو يجبد ويعاود، وهيك القرون لاصقين وما حبوش يتنحاو. السلطان حزن على الآخر برشا، وركبوا الهم والغم حاشاكم، وقعد على الكرسي وبدي يفكر شنو باش يعمل في هالمصيبة اللي طلعت له. خمم خمم ومن بعد لبس برنوسه وحط العمامة فوق راسه باش يغطي القرون، وأمر خادم يبلغوا الحاشية اللي الاجتماع تلغى اليوم، وطلب منهم يجيبوا له الوزير في الحار. وأمر السلاطين طاعة، مشاو الخدم ونفذوا اللي طلبوا. مديدة من الزمان وجا الوزير دخل على السلطان وأعطاه الطاعة وقال له: صباح الخير يا سيدنا، إن شاء الله نهارك سعيد. جابوا السلطان بتنهيدة: إيش من خير يا وزير؟ مصيبة، مصيبة كبيرة هبطت على راسي. الوزير تفجع وقال له: إن شاء الله خير يا سيدنا، مولانا مريض ولا العدو باش يغور علينا؟ قالوا السلطان: لا هذي ولا هذي. تنفس السلطان السعداء ومنها نحى العمامة من فوق راسه وقالوا: شوف يا وزير، شوف ايش طلع لي فوق راسي. اكل الوزير كي شاف السلطان بالقرون مكنوا الضحك، ما شد روحه بالسيف وكتمها، على خاطر كان يخرجها نهاره أزرق ويمكن ياسر راسي وطير. قعد باهت وقالوا: والله يا سيدنا الحالة هذه عمري ما شفتها في حياتي، وعمري ما سمعت بني آدم طلع له قرون. جاوبوا السلطان: بالله ما تزيدش على ما بيا يا وزير، ظاهر فيه مرض وما عندوش دواء، والحكاية هذه لازمها تقعد سر بيني وبينك، وما نحب حد يعلم بها غيرنا. وهاني نبهت عليك، تمشيشي تزلق وتحكي لحد ويكشف سري، وقتها متلوم كان روحك ومصيرك المشنقة. قالوا الوزير استعطف فيه: يا سيدي أنا وزيرك وذراعك اليمين اللي تثق فيه، من وقتاش أنا كشفت سر من أسرار سيدي السلطان؟ طمن بالك وعليك الأمان. أي يا سيدي، أكل وزير بعد موعد السلطان وطمنه، أخرج من عنده وروح يجري لداره، دخل سكر الباب وراه وسيب هيك الضحكة اللي كان شددها. بدا يضحك ويضحك لين كرشو وجعته ودموعه ولاو هابطين. شافته مرته استغربت وما فهمت شيء، غزرت له وقالت له: إن شاء الله خير، شنو اللي يضحك فيك؟ ضحكني معاك يا راجل. قالها الوزير: وكان تعرف اليوم ايش شفت اليوم غريبة. وقبل ما يكمل كلامه تفكر كلام السلطان وتحذيره، وعرف اللي لو كان يبوح بالسر مصيره المشنقة. سكت الوزير وقص الكلام وقالها: ليتي ما فما شيء، حكاية فارغة وتافهة، برا يا مراه حطي الفطور راني جيعان. تعداو الأيام والشهور وكل وزير مخبي وكاتم السر في قلبه، لين فد وتخنق وما عادش متحمل والسر ركبله الغمة. في ليلة من الليالي قال بينه وبين روحه: لازمني نفرغ قلبي بأي طريقة. قعد يخمم ليلتها، لين جاته فكرة مع أول ما ظهرت الشمس. خرج يتسلل وقصد الغابة، وكي وصل قعد يمشي ويتلفت وراه، مرة على اليمين مرة على اليسار، كي تأكد اللي البلاصة خالية ولا فيها لشكون لا يسمعوا ولا يشوفوا. حفر حفرة غارقة في الأرض، دخل راسه فيها وصاح بأعلى صوته: السلطان طلعوله قرون، السلطان طلعوله قرون. قعد يقول ويعاود في نفس الكلام لين فرغ قلبه، وكي كمل ردم الحفرة بالتراب وقال: الحمد لله
تو ارتحت ونزيحت الغمة من قلبي وشد الطريق ورجع للدار خفيف وكأنه نحى جبل من فوق كتافه. هيا امشي يا زمان ويجا يا زمان، وهيك الحفرة اللي حفرها الوزير وباح بها بالسر نبتوا فيها زوز قصبات. في نهار من النهارات تعداو من هيك البلاصة زوز صنايعية يصنعوا في المزامير والآلات من القصب ويبيعوهم. عجبوهم هيك الزوز قصبات نحوهم الأرض، كل واحد فيهم اخذي قصبة وروحوا لدويرتهم وبداو يخدموا فيهم. واحد منهم كمل صنع المزمار متاعه قبل صاحبه، فرح وقال له انا كملت قبلك، تراه خلينا نجربوها ونسمعوا صوتها. هو حط القصبة في فمه وبدي يعزف وإذا بيه يسمع في صوت خارج من القصبة يقول السلطان طلعوا قرون، السلطان طلعوا قرون. اكز الصنيعية تفشعوا وقعدوا يغزروا لبعضهم بيتين، قالوا لي كان يعزف شنو هذا، شنو اللي سمعناه، لطفك يا ربي يظهر لي هالقصبة مسحورة. جاوبوا صاحبه استنى خلينا نجربوا القصبة الثانية، استناني نكملها. وفي حينه رجع يخدم فيها وهو يزرب، وأول ما كملت حطها في فمه وبدي يعزف نفس الشي سمعوه المزمار يغني ويقول السلطان طلعوا له قرو، السلطان طلعوا له قرو. تلموا عليهم الناس واسمع يلي ما سمعتش والحاضر يعلم الغايب، ولاو العبيد الكل يضحكوا على السلطان اللي طلع له قرون. وبدات الحكاية تدور من دار لدار ومن واحد لواحد لين مدينة الكل سمعت ووصل الخبر للقصر. السلطان كي سمع هبل وجن جنونه وأمر الحراس باش يجيبوله الوزير مكبل في الحال. أول موقف قدامه صاح وقالوا خنتني يا وزير وخنت ثقتي فيك، علاش بحت بسري للناس؟ قالوا الوزير وهو يرعش يا سيدي والله سرك ما بحت بيه الحد. قالوا السلطان وهو متغشش ملا العبيد كيفاش سمعوا وفضحوني، قول الحق يا وزير. جاوبوا الوزير قالوا والله يا سيدنا لو كان الكذب ينجي الصداق أنجى وانجى، أنا سرك ما خبرت بيه حتى بنادم، أما هاني باش نقولك الحقيقة. في نهار من نهارات حسيت السر ثقل عليا برشا، وليت مشيت للغابة وحفرت حفرة غارقة، حطيت فيها راسي وبديت نعيط ونقول السلطان طلعوا قرون. بعد ما فرغت قلبي وحسيت روحي ارتحت اردمت الحفرة وروحت. وهذا اللي صار يا سيدنا. أغزر له السلطان بحسرة وقال له الحق مش فيك، الحق فيا أنا اللي غلطت وعطيت فيك الثقة وقلت لك على سري. ومن حين مر الحراس يهزوه للمشنقة وياخو جزاؤه على خيانة الأمانة. وقتها الوزير تعاقب ومات والسلطان تفضح سره قدام حاشيته قدام الناس الكل. وصدقوا جذونا وناس زمان كي قالوا الحكمة العظيمة خبي سرك لا يعايروك بيه. لا عليكم، ونقولكم ان شاء الله تخلوا الفيديو للاخر وتسمعوا الحكاية، حكاية حلوة ومزيانة برشا. وقبل ما نبداو ما تنساوش تحطوا لي لايك، واللي اول مرة يشرفنا ان شاء الله منسانيش باشتراك. اليوم باش نحكي لكم على حكمة مشيو بيها ناس قبل ونجحوا بها وكي سيبوه جيل توا ضاعوا ما بين مشاكل الدنيا وهمومها. وناس زمان قالوا اللي ما عنده كبير ما عنده تدبير، ويقولوا اللي فايتك بليلة فايتك بحيلة، يا بال اللي فايتك ب20 و30 عام. الكبار كلامهم يتوزن بالذهب، خاطرهم يقدمونا في تجربتهم اللي مهما قرينا ومهما عرفنا على الحاجة مش كيما اللي جربها. ويقولوا الناس اسأل مجرب وما تسألش طبيب، وكان الكبير بحكم تجربته يدبر على الصغير اللي مازال كي بادي حياته وما عندوش لا خبرة ولا تجارب. وكيما نعرفوا الراي نصف المعيشة، اللي عنده الراي خير من اللي عنده المال، انه اللي عنده الراي يجيب الماء وتكون حياته خير من اللي عنده الماء وما عندناش الدبارة يضيع رزقه من قلة الدبارة. حكايتنا اليوم حكاية قديمة وصايرة بالحق، وكل أمهاتنا وجداتنا يعرفوها ويعملوا بها. قالك فما عيلة ناس قبل عايشين في دويرة عربي، معاهم العزوزة والكنة والراجل وصغيراته، عندهم بنيات كل فرحة والسعدة وعايشين عيشة مستورين ومكفوفين وكيفين رويحاتهم، لا شيء زايد عليهم ولا نقص عليهم.
عيل تقبل البنية أول ما تشب للكبر الراجل اللي يجي اللول يعطيهولها، وما يلوجوش كان إنه يكون ولد ناس لا ينجدوا على رزق ولا على دار. كلهم كانوا ياخذوا صغيرات وكانوا يعيشوا في دار، يعني بيت صغيرة مع لحمي ولحمو، ويربيوها كي بنيتهم، يعلموها التطيب والقضية ويتعاونوا هما وياها على مشاغل هالدنيا. يقول لك نعرسولها صغيرة باش تربي صغارها وتكبر معاهم وتقدر على هم الدنيا، مش تبدا طايبة في دربوها وما تاخوها لين تكون أكها تعبانة وزيد تلقى المشاكل والهموم وتهد حيلها بكري بكري. كما تعرفوا الحياة الزوجية ما هيش كلها جنة، فيها النوار هذا وفيها صعوبات ومشاكل لازمنا نواجهوهم الزوز. المهم أي يا سيدي جاهم راجل عن معرفة بوها وخطبها لولده على أساس باش تسكن معاهم في دار واحدة، دار العائلة كبيرة وتتسكن، كل واحد عنده بيت، وفي كل بيت هذيك فيها حشاك مطوالات وكوجينة باللسم كيما سلفاتها اللي قبلها. ودار العزوزة والشايب هما الأساس، الماكلة والشراب والمناسبات الكل فيهم. ودارهم معناها البيت اللي واخذينها من الليل لليل، يعني للنوم أكهو. سلفاتها رجالهم كانوا خدمتهم باهية، صحيح يجمعوا في المصروف مع بعضهم، ياكلوا ويشربوا ويصرفوا بيه مع العائلة، لكن يفضل لهم طريف مصروف يصرفوا بيه مع اللي يحتاجوه هما، يعني المرأة اللي تحتاجه من مصروف، من ملابس، من اللي تحتاجه أي امرأة. لكن هي راجلها مسكنة كانت حالته رقيقة، يعني فقير، خدمته يدوب ياكل ويشرب مع العائلة والباقي ما عندها حتى فرنك في يديها، ولا يدخل لها نهار بحاجة. وسلفاتها كانوا ديما في العياد والمناسبات، اللي هذا واحدة فيهم تخرج اللبس، الأخرى تخرج الذهب، الأخرى تخرج مزينها، والأخرى تخرج الهدايا، وهي مسكنة العين تتفرج. لكن ديما حويجاتها قديمة اللي جابوهم لها في كسوتها في عرسها، وحوايجها هذوكم هما لبستهم ما عندهاش جديد، وهي صغيرة وعروسة وتحب تلبس كيفها كيف الناس، وما لقاتش كيفاش. وكان كل ما تجي زيارة لدربوها تشكي لميمتها ولجدتها على رقة حالها وحال زوجها، وتحب تعيش وتلبس كالناس ولا أحسن. قلها أمها اسمع عايش بنتي، هذا هو اللي يكتب لك وهذا نصيبك، اسكت واصبر. وديما وهما يصبروا فيها وتروح تزيد متضايقة ومهمومة، وقعدت على هيك الحال تغيب أيامات وتمشي تشكي لميمتها وجدتها وتبكي ويصبروها وترجع لدويرتها. أي في نهار من نهارات جاتهم بصرة حوايجها منها زيارة، وفي عقلها تحب تقعد عندهم أيامات. أي قعدت لميمتها تشكي، أنا لا لبس مزيان ولا ذهب الناس معبية ما شاء الله، وأنا ما عنديش حتى فرنك في يدي، والناس في كل مناسبة تخرج وتلبس كل عيد جديد، وكل مناسبة حاجة جديدة، أنا حوايج كسوتي نلبس ونعاود لين قريب يتقطعوا. صابرة على هالراجل بالك يصير شي منه حويجة ويرضى علينا الزمان ويجري الفرنك في يده، وهو شيء ما عنده في الحياة كان الماكلة والشراب والنوم، وزيد ما عنده حتى شيء باش يخبيه. أنا ما عادش باش نرجع له، ما هيش عيشة. هي تشكي وتحكي لأمها وجدتها قاعدة وتتصنت فيهم وساكتة. استنيتها لين فرغت اللي في بالها واللي في قلبها، وبعد كي كملت قتلها إيش إجا لهنا عايش بنتي، وحلي وذنيك واسمعني بالباهي. اش باش نقولك، راهو هذا نصيبك وهذا مكتوبك، لكن انتي كان جيت حاذقة كنت سوين الفالحين اللي نعرفهم انا. راهو هذا مهوش حالك، وعرفت كيفاش تسير حياتك وتعيش كنساء اللي تحكي عليهم. قلت لها بالله عليك يا جدتي كيفاش تحبني نعمل؟ جاوبتها امها وقالت لها يا لا هو قتلك ما نشوفش منه حتى فرنك، على قد ما تترجى وتبوس في اليدين والراس ما يمدلهاش فرنك حتى بالكذب. قالت لها ايه جماله نعملو كيما كنا احنا نعملو ناس زمان. قالت لها الام كالعاده وقفت، قالت لها هذاك يا لا يا زمان مشي في زمانه ما عادش ينفع مع وقت توا. قالت لها عايشه بنيتي خليني نتكلم، وينفع في جيل توا وفي كل وقت ينفع.
رجال زمان وتوا راهم الكلهم يشبهوا لبعضهم، الأغلبية كانت حالتهم قد لكن المرأة كانت حاذقة وفالحة، كانت عندها صنعة وتدخل في القرش في جرة القرش. قتلها بالله يا حنينتي، يعني على جدتها ايش الصنعة وهو مازال فما صنعة تجيب فلوس في وقتنا. وبعد هذا الكل راهي دار عيلة كبيرة، وعائلة ما شاء الله وضيوفهم برشا، وهما لا صنعة ولا صنيعة، نهار الكل وأنا نجري من الصباح لليل، وفي الليل نتلوح على فرشي كلميتة وعلى عينك يا حنينتي. تزوجت صغيرة لا تعلمت صنعة ولا صنيعة. قلت لها مازال فما حاجة اسمها الخابية يعملوا فيها النساء الحاذقين اللي ما عندهمش صنعة. قلت لها وشنو هالخابية هذه يا جدتي؟ قلت لها انا هاو باش نقول لك شنو هي هالخابية، وكانك بنيتي باش تسمع كلامي اتو تشوف ايش باش يصير، وهتو تولي مراه فالحة وحاذقة، وكان ماكش باش تسمع باش تولي مراه خايبة ويقعدوا يعايروا فيك. البنية سكتت وحلت وذنيها وقعدت تسمع. قالت لها حناها اسمع يا بنتي، مش الراجل يجيبلك في القضية مش شر للشر، يعني قضية الشر اللي بين خضرة وغلة والتاي والسكر والملح. الرجال الكل يخدموا شهر كامل، وأول ما ياخذوا شهريتهم يمشيوا للسوق ويقضيوا لديارهم. وانتي يا فالحة ايش تعمل؟ هيا اسمعني، خذ شكارة السكر ورد بالك تفرخها الكل، عبي الحكة متاعك، والباقي اللي في الشكارة خبيه وخلي فيه قعر، وخبيه في سطل متاع نعمة. وكل ما يجيب لك شكارة خلي منه تريف، مش برشا، شوية باش ما يفيقش، وخبيه في سطل ولا في خابية في البلاصة اللي ما تشوفهاش عينيه. وحتى من قرطاس القهوة، وماك تعرف السكر والقهوة معروفين في ساعة ما يقبلوا، وخلي منهم كان تريف، وخبي كل ما يجيب لك خليه تريف، والدقيق كيف والزيت كل ما يجيب لك بيدو زيت خبي منه شوية، كل مرة في مرة في مرة لين يتعبالك قرطاس هيك السكر، ويتعبالك قرابيت 100 جرام ولا 200 جرام كما نقولوا قهوة. وبعدها استنى النهار اللي يبدأ فيه هو مستعجل وما عندوش وقت باش يشري، قل له راهي القهوة وفات، يمشي هو وقتها يمدلك الفلوس ويقول لك ابعث حد من الصغار للدكان يجيب لك القهوة. هيك الفليسات تربطهم في محرمة وتخبيهم، وتخرج هيك القرطاس اللي مخبيتها وما تقولش على سرك الوالي. وهكا يا بنيتي تبدا تجمع في القرش على القرش لين تلم نصيب فلوس، وهالفليسات راهو ربي ينزل فيهم البركة. قالت لها وهيني باش نقول لك يا بنيتي علاش ربي ينزل لك فيهم البركة. علاش؟ قالت لها خاطرك ناوية تعمل بهم الصلاح لدارك وعائلتك، وقت لها راجلك نصيبك وربي اللي يكتبهولك، وهذه طبيعته معنا ما نعملوا به، وما نجموش نشكيو به للقاضي مادامو ماهوش منقص عليك الماكلة ما عندك حتى شيء. وفما رجال راهم كي ينقصوا عليك الفرنك راهم فما حاجة في مخاخهم، أسرار الراجل مش لازم نعرفوها الكل. المهم انت يا بنيتي تكون حاذقة ومراه فالحة، واحنا الكلنا نسي زمان قبل نعملوا الخابية والفلوس اللي نحصلوهم نعملوا بيهم حاجة للدار، نشريو ما ناقصوا ولا نشريو بيهم حويجة لعمرنا نلبسوها ونلبسوا صغيراتنا، وكل عيد ولا فرح نشريو ونلبسوا كالناس، وبشوية بشوية ربي ينزل البركة وتعمل كل شيء في بالك. سمعت هيك البنية وسكتت قالت لها جدتها يا بنيتي فوقك من الشكوى والكلام اللي لا يقدم ولا يوخر ما فيش منه فايدة غير موجعة خواطر. هذا مولا بيتك وبو صغارك وهذا طبعه وما نجموش نغيره، اصبر وامشي تحت جناحه وتربح يا بنيتي. كلام الجدة البنت ولدها كان كالبلسم، ووراتها على صور سنها كيفاش تكون فالحة وكيفاش تمشي عيلتها ورجلها، وراتها انه المرأة لازم تصبر باش تحافظ على راجلها وعلى صغيراتها وتعمل حياتها بالطريقة الصحيحة، على خاطر المرأة باش تحل دار وتعمل أسرة لازم تصبر على ما عطاها ربي، وتحاول تكون حاذقة وتعرف تحل مشاكلها بشوية بشوية، مش من أول حاجة تواجهها تهرب وتقول عييت ونحب نطلق. لا ما تهربش، نصيبه مكتوب ولازم تصبر عليه وتقدو. هيك البنية مشيت توصية جدتها، كانت جاية باش تقعد بحذاهم
يخي هزت حويجاتها وعملت روحها ما في بالها بشي وروحت لدارها، ولات تعمل في الخابية، ولات حاذقة وعرفت شنو تعمل، وبدات تلم في باكو هيك القهوة كل مرة شوية. ونهار اللي تعبى كله ما فماش يقوم يعطيها الفلوس باش تبعث شكون يجيب لها القهوة، وتخرج هيك الباكو من الخابية والفليسات تربطهم في محرمة وتخبيهم، وكيف كيف مع السكر مع الدقيق. وبدات تلم القرش على القرش، وكل ما يتجمعوا عندها فليسات تشري حويجة وتخبيها، كل حاجة محتاجتها وتحبها كل مرة تشري حويجة وتخبيها. وقت اللي جي العيد عملت كيما عملوا نسي اللي ربي موسع عليهم، خرجت هاك الفريش اللي شريتهم فرشتهم، والمعينات اللي مخبيتهم حلتهم، وخرجت حوايج جدد لبستهم، وكحلت عويناتها وضفرت شعرها وبخرت دويرتها. والسلفات والعائلة كي دخلوا للدار باش يعيدوا عليها لقاو الدار ما شاء الله ما هو ناقصه شيء، ولقاو المراه كي العروسة، والماكلة والعصير أشكال والوان، وصفرة ماشية وصفرة جاية. وهيك الراجل تستر راسه وتقام في السماء وفرح. وبعد كي روحوا قالها يا حنة، قالها يا منين ليك يا مراه هالشي هذا الكل؟ قتلوا ايه رزق وعطاهولي ربي، ومحبتش تعطيه سرها، خافت يعرف ما عادش يعطيها الفلوس ويقولها خرج اللي في الخابية. القصة راهي قصة حقيقية وصايرة وعاشوها ماتنا وجدادنا، وناس زمان الكبار كانوا ديما يحاولوا يلقاو حل مشاكلهم، مش يتشاكاو ويتباكاو. نصيب مكتوب جاهم من ربي. نتعدى بيكم للخرافة اللي بعدها. يا حزاركم يا مزاركم أي دوروا بيكم صغاركم، الليلة جيت لداركم وباش نقعد بيناتكم ونتصنت أخباركم. الليلة جيتكم بخرافة حلوة بعنوان عيلة دردنو، أخرافة حلوة برشا إن شاء الله يا ربي تعجبكم. أما قبل ما نبداو نصليو انتوما وإحنا على خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نتدلل على كل المتابعين، قلهم إن شاء الله ما تنسونيش باللايك الاشتراك، إن شاء الله بكم نقدم ونتطور، إن شاء الله تكملوا الفيديو للآخر. أي سيدي، خرافة اليوم يحكيو على اللي يمشوا في الشارع يرقصوا ويغني، وطبعا قبل كان هذا عيب، مش كيما توا، كانت حتى الماكلة في الشارع عيب، والراجل كان ما يغطيش راسه بعراقية ولا طاقية ما تتقبلش شهادته في المحكمة. يعني كل شيء عنده أصوله، كان يا مكان في قديم الزمان سلطة وما سلطان غير الله، واللي عليه ذنب يقول استغفر الله. هيك السلطان خرج في رحلة صيد مع الحاشية ووزيره، وهما مروحين من الصيد يعثر فرسه في مرمرة رخامة بيضة مايلة للحمورية بطريقة غريبة تلمع في الشمس، زيدتها زين على زين تخطف الأنظار. هبطوا كل الحراس جابوا طرف المرمى للسلطان وعجبته، كانت تحفة نادرة غريبة وجميلة. يمشي يحلف هيك السلطان ما ياخو مراه إلا ما يكون خدها كي هيك المرمرة. وروح للسرايا ونادى للعزوزة اللي تخطب وقالها نحبك تلوج من دار من ديار المدينة الكل، وهز معاك هالمرمرة، واللي خدها كيف المرمرة هذه اخطب هذه. أيا وأمر السلاطين طاعة. بدت هيك العزوزة تدخل الدار وتخرج من دار وما لقاتش طلب السلطان. قالوا لها بعض الناس كانت تحب هالزين هذا، ما عليك كان بالبنية الصغيرة متاع عيلة دردنو. قالت لهم وين دارهم؟ نعتوها على الشارع، اما الدار بالضبط قالوا لها ما تحيرش برشا، باللي تدخل النهج تلقى الغناء والصغاريت قدامك. أي مشيت هيك العزوزة كيما نعتوها، تلقى كيما حكاولها نهار الأول نهار الثاني نهار الثالث، تقولها تو يهفتوا تو يتعبوا شيء. رجعت حكيت للسلطان وقتلوا طلبك راهو عند العيلة الفلانية، لكن راهم مهبلة يشطحوا في الشارع ويغنيوا. قالها يا اخي انا باش ناخذ العيله كلها تي، انا باش ناخذ البنيه على زينها وما يهمنيش في عيلتها. بعث الحراس متاعو للعيله باش ما عادش يخرجوا ويغنيوا في الشارع. تعدى نهار اثنين وبعد رجعت هيك العزوزه لهيك العيله،
ودقت الباب، لقاتو مردود. دخلت وما لقاتش كيفاش تعمل حتى خطوة، حاشاكم من الوسخ والعفن اللي على القاعة، وريحة الدار تقول جيفة. حاشاكم وعزكم ربي. ناديت يا سكان الدار، يا مال الدار، وردوا عليها البنات الكبار: ادخل ادخل. قالت لهم كيفاش؟ قالوا لها اعفس على اليابس وفحج على المبلول، كما يقول المثل. أي بديت هيك العزوزة تعفس حاشاكم على اليابس وتخطي المبلول، لين وصلت للبيت لقاتهم مظلمين الدار وراقدين. وقتلوا راهم عيلة مهبلة. جاوبها السلطان: ما دامي شبابة وخد هاك المرمرة ناخوها. وصار العرس 7 أيام و7 ليالي، ودخلت بنت ردنو الصغيرة، وفي عوض ما هما يغني ولاو يعيطوا: وحاشاكم مندبة الهبال وحلة والعقل زريعة. كيفاش أختهم الصغيرة تاخذ وهما لا. المهم دخلت البنية والسلطان فرحان بزينها كيف لقت القمر، لكن لقاها تبكي. سألها شبيك؟ قتلو كان انتي تموت بعد ما خذيتك وانتي سلطان، اشكون باش ناخو بعدك؟ بلعك السلطان السكينة بدمها وسكت. نكدت عليه من أول ليلة، لكن قالت تتصلح، عقلها مازال صغير. في نهار من نهارات لقاها لابسة جبته. قالها شبيك؟ قتلو عجبتني واشتهيت باش نلبسها، مع انه جايبلها خيار الباس. جيب شكون يعلمها كيفاش تاكل وتشرب وتلبس كي سلاطين. طريقة الكلام عدى عام وهو يعلم فيها، وفي كل مرة تعمل له عملة ومن مشكلة لمشكلة. في مرة استدعى ناس على العشاء، مشيت حط فيه في الملح بعد ما طيبوا الخدم. سألها السلطان: علاش؟ قتلوا ضيافك برشا باش ما ياكلوش الكل ويوفى علينا الطعام. وهيك العام حبلت وجابت ولد. فرح السلطان والناس والولد يخلق الرحمن زين وما يتوصفش. السلطان فرحان دخل على مرته، سألها: وين الولد؟ يحب يخرجوا للحاشية، يلقاها حاطته في الصل ومهبطته للبير. جاي يجري، خلط على الولد قبل ما يغرق، ولا يصيح: وكشيك شو طالعة؟ ايش بيك ترمي في الولد في البير؟ قتلوا نحب نغسله. وقتها فد منها ومن عمايلها وما عادش يطيق لها صبر، طلقها خاطر قريب تقتله الولد. وقالها: وانتي خارجة اللي تحبه هزوا معاك. خرجت ما هزت شيء، روحت لاخواتها قعدوا يعاركوا فيها كيفاش تروح يديها فارغة من قصر السلطان. قالوا لها: توا ترجع للسرايا وخوذ أغلى حاجة عنده، أكثر حاجة ديما يوصي عليها. رجعت للسرايا وهو مستغرب علاش رجعت، شافها داخلة البيت الراحة الحمام بشوية بشوية. أخذت مكنسة الحمام ومشيت تلقى عادة حاشاكم، وخرجت. استغرب كيفاش خارجة بيهم، بت فيها. سألها، قالها: يخي علاش هزتهم؟ هاجت فيه. قتلو: مش انتي قلت لي خذ اللي تحبه معاك؟ واخواتي قالوا لي جيب اكثر حاجة يوصي عليها. انا عام كامل عديته معاك، وانتي كل ما تدخل نظف الحمام سيقوا بيت الراحة، يعني هذه اغلى حاجة عندك. ضحك هيك السلطان وقال: عملة وعملتها بيدي، لا هي طامعة لا في فلوس ولا في مال، لكن العقل يجيبه ربي. ادخل لدارك وولدك وربي يعطيك العقل. ورجعها. ومن هنا نتعلموا انه العقل ميزانه تثقل بالذهب، وما عمره الزين ما يعمل زوجة وربة بيت صالحة. ورحمة الله تعالى وبركاته.
اليوم جيتكم يدي مليانة بخرافة من الخابئة، إن شاء الله يا ربي تعجبكم. خرافة زمنية تفكرنا بلمات زمان وريحة كبارنا. خرافتنا لليوم بعنوان حلومة بنت الحطاب. اما قبل ما نبداو سهرتنا ندلل عليكم ونقولكم ما تنسونيش باللايك واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. يلا نبداو على بركة الله. كان يا ما كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، ما يحلى الكلام إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يحكي على راجل اسمه مسعود، كان زوالي وفقير الحال، عايش في كوخ صغير وسط الغابة هو ومرته وولاده 3. مسعود كان حطاب يفيق كل يوم من الفجر يلم الحطب ويهبط به للسوق يبيعه، وبحقه يشري قوت عيلته. كانوا مساكن إذا فطروا ما يتعشوا، إذا تعشوا ما يفطروا. أما كان قلبه ديما محروق، يحب يقري ولاده ويدخلهم للمكتب كيف اندادهم، والظروف ديما عاكسة فيه. اما مرته كانت ديما تدعي وتقول يا ربي اعطيني بنية تونسني في هالفقر. الولاد يكبروا ويخدموا مع ابوهم، اما البنية تقعد حدا ميمتها لين يجي مكتوبها. دارت الايام وتعدت السنين وجابت طفلة تهبل وجهها منور كيف فلقة القمر، الخدود رمان وشفايف مرجان، وسموها حلومة. فرحوا بيها فرحة مش عادية. اما مع الفم جديد كثر المصروف. عم مسعود يخطب ولا يخدم في الحطب بالنهار ويخدم عساس بالليل، ومرته بعد ما تعشي ولادها وترقدهم تسهر ليلة كاملة على ضوء الشمعة، تغزل في الصوف وتبيعوا الصباح باش تعاونوا على هم الزمان. في ليلة من الليالي والناس الكل راقدة والأم تغزل في الصوف كالعادة، حست بظل ورا الباب وفجأة طبطب واحد بالقوي. المرة الأولى خافت وسكتت، وكيف كتر الدقان تشجعت وقالت شكون يدق بالباب في هالليل الظلام. جاوبها صوت غليظ يرعش الجبال، انا الغول يا مرأة، وجيت باش نحط لك في بالك اللي نهار باش تكبر حلومة وتولي صبية راني جاي باش نهزها ونتزوجها بالسيف وعينيك تدمع. المسكينة هرب عليها النوم، بكيت ليلتها ليلة كاملة وهي قاعدة تغزل في الصوف. كي جا رجلها الصباح بلعت السكينة بدمها وما حبتش تفجعه وقتلوا راني تعبانة من السهر. وقعد الغول كل ليلة يطبطب ويعاود نفس الكلام وهي صابرة وكانت مسر في قلبها. سنين وسنين دارت الايام والسنوات وكبرت حلومة وولت صبية زين وعين، كأنها تقول للشمس غيب وانا نطلع في بلاستيك. واخواتها 3 كبروا ولاو رجال وصناديد، هدموا الكوخ وبناو دار مزيانة وشراو نعيجات لاختهم تسرح بيهم، وحلوا حانوت في السوق ورتحوا بوهم الشقا والتعب. ومات عم مسعود وبعد مدة مرضت الأم وحست بروحها باش تتودع، وقبل ما تطلع روحها استغلت فرصة غياب حلومة مع النعاش وعيطت لولادها 3 وحكيت لهم سر الغول. الولاد استغربوا وحسبوا أمهم تهذي من السخانة والمرض، أما باش يطمنوها حلفولها ووصاتهم على أختهم وماتت وهي متهنية. وبقات حلومة تسرح بانعجاتها وتغني بصوتها الحنين اللي يسحر العقول وسط الغابة. في نهار من النهارات كان محمد ولد السلطان يصطاد في الغابة، سمع هيك الصوت المزيان وتبعه حتى لقى حلومة تفتن بزينها وسحر صوتها وسلم عليها، لكنها خافت وروحت تجري لدارهم. وتكرر اللقاء أيام وأيام وهو يرجع لنفس البلاصة وهي تتهرب منه حتى لين نهار انطق وقالها راني ناوي الحلال. جاوبته بدلاء وبنت رجال اللي ناوي الخير يدق باب الدار. طبعها محمد وعرف ثنية دارهم ورجع الوالد والسلطان يحب يقنعه ويتزوجها، والسلطان طبعا رفض خاطرها بنت حطاب زوالي ما هيش بنت أعيان. وفي غفلة من الزمان استغل الغول الفرصة وهجم على حلومة وهي تسرح، اخطفها وحطها على كتافه وهرب بها للكهف متاعه في اعلى الجبل. كي روحوا خواتها ما لقوهاش تفجعوا وتذكروا وصية امهم وتبعوا الاثر اللي وصلوا للكهف الظلام اللي ريحته جيفة يا لطيف. الخو الصغير قال انا ندخل نستكشف لول،
دخل يتحسس في الظلام. فجأة الغول زرته في لقمة واحدة قبل ما ينطق بكلمة. هيا تشجع الخو الكبير وقال نمشي نشوف خويا، وتفجع كي غاب خوه وقال لخوه الوسطاني انا داخل نشوف، وكان بطيط عليك اهبط البلاد وجيب العوان. دخل حتى هو وصار له كيف خوه الصغير. ايا الخو الوسطاني تغلب عليه القلق والخوف على خويته، نسي الوصية ودخل يجري الكهف، وكان حتى هو لقمة سهلة في كرش الغول. في هيك الوقت محمد ولد السلطان نجح بعد تعب كبير باش يقنع بوه بالزواج، ومشي يجري لبلاصة حلومة لكن ملقاهاش، ولقى كان النعجات سارحين وحدهم. مشي لدارهم يدق وما جاوبوا حد. فهم اللي فما مصيبة صارت، رجع للقصر وجمع العساكر وخرجوا يلوجوا عليهم في الغابة والجبل. وهو دور سمع صوت غناء متاع حلومة خارج من الكهف. دخل يجري ويتحسس في الظلام لين لقاها محبوسة في قفص حديد تبكي وتقول له اهرب يا محمد بجلدك، الغول كلالي خواتي ثلاثة وباش يقضي عليك. لكن محمد سل سيفه وقالها انا محمد ولد السلطان، واليوم يا قاتل يا مقتول. في اللحظة هذيك يدخل الغول ويعيط ويصيح ريحة انسي في قصري وجابهولي ساقه. ودارت معركة قوية برشا، ضربة بسيف الأمير وضربة بمخالب الغول، وحلومة ترعش بالخوف في القفص. وبفضل شجاعته وسيفه الحامي نجم محمد يضرب الغول ضربة طيرت له راسه وهز المفتاح وحل قفص على حلومة. ركب محمد وحلومة على حصان ورجعوا للقصر. تسبقهم الصغاريت والفرحة وعملوا عرس نصبت فيه الأخيام ودام 7 أيام و7 ليالي، وعاشوا في ثبات ونبات وهناء. وخرفتنا طابة طابة، والعام الجاي إن شاء الله تجينا صابة. إن شاء الله اللي يوصل لآخر الفيديو ما ينسنيش باللايك والاشتراك. إن شاء الله يا ربي نرجع لكم بخرافة أخرى. ما تنساوش تصليوا على خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام باش بركتكم تزيد وبركتنا تزيد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واللي يحب أي خرافة ولا اقتراح يخلي لي تعليقه. إن شاء الله يا ربي بيكم نتطور والقناة تكبر. إن شاء الله يا ربي نكمل مشوار الثاني.